البياعه بتفتح عليه الستاره وهو بيغير. وبلا انت مش شايف اني بغير؟ وبلا انا عايز مقاس اكبر. وبتقول له لا عشان انت وسخت التيشيرت ده وهتدفع ثمنه. وبيستغرب وبلا توسخ فين؟ وبتشاور على جسمه وبتقول له اهو عشان يعني بشرته سمراء. وبلا انت بنت عنصريه ومش كويسه. وبيروح يمشي بس هو ماشي بتقطع التيشيرت بسرعه. وبتقول له انت قطعت التيشيرت وهتدفع ثمنه. وبيقول لها لا انا ما عملتش كده. وبتتصل بالامن وبتقول له اتصل بالبوليس. وبعد شويه بيدفع 1500 دولار حق التيشيرت غصب عنه عشان ما يتحبس. وهو ماشي بيقول لها انت عارف انك عنصريه وبتكرهي الناس في بعض. وهو ماشي الجهاز بيصفر. وبتزعق وبتقول له انت سرقت ايه؟ وبيبص بيلاقي برفان وبيعرف ان هي اللي عملت كده. وبتقول للامن اتصل بالبوليس. وبيقول له ما تتصلش بيهم عشان انا ظابط. وبيتصدم لما بيعرفوا انه ظابط. والبياع بتقول له اكيد ظابط شرطه مش هيسرق يعني برفان رخيص زي ده. وبيستغرب وبيقول انت عرفت منين انه برفان رخيص؟ الامن بيعرف ان هي اللي عملت كده. وبيديها التيشيرت اللي قطعته. وبيقول لها خد التيشيرت اللي انت قطعتيه وهات مقاس اكبر. وبتكون متضايقه جدا. وتاني يوم مديره في الشغل بيقول له هو مرتبك مش مكفيك؟ وبيستغرب وبيقول له بتقول لي كده. وبيقول له امال ليه بعد ما شريت التيشيرت وقطعته طلبت منها انك تبدله؟ وبيتعصب وبيقول له دي انسانه مش كويسه هي اللي قطعته. ومديره بيقول له انت مطرود مؤقتا عشان ما تستغلش منصبك تاني. وفي تاني يوم بيروح للبياعه وبيفضل يتكلم معاها لحد ما بتعترف على كل حاجه وان هي اللي عملت كده وبتتنمر عليه وقطعت التيشيرت. وبيدخل بوليس وبيقبض عليها.